نفذ منخرط النقابة الجهوية للجامعة العامة التونسية للشغل بشركة النقل بالقصرين صباح الأربعاء وقفة احتجاجية بمقر الشركة. المحتجون نددوا بالاعتداءات التي تعرض لها أمين عام هذه المنظمة لحبيب جيزة من قبل القوات الأمنية وبتصرفات الاتحاد العام التونسي للشغل، متهمين إياه بالعمل السياسي. الوقفة الاحتجاجية هذه ضد العنف، مساندة لحبيب جيزة محمد علي جيزة، مساندة للجامعة العامة التونسية للشغل، ولومي الكبير على العباسي تاع الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد هو هرم، هو حاجة خشينة ياسر، لكن العباسي هاز الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة حزبية، ما عادش منظمة نقابية، ونقولوا له راهو الشعب التونسي كل فاق بيك. اهم المطالب نتاعنا انه الامين العام للمنظمه نتاعتنا خط احمر، ونحن الثوره هذه علاش تبنت ضد العنف، وتبنت على كرامه البشر، وتبنت على كرامه الخدام.